حمار في قصتنا غريبة دي. انتوا متخيلين ان بسبب حمار بطلتنا اتدبست في جوازة؟ يلا بينا نشوف ازاي. بس قبل ما نبتدي في القصة، لو انت اول مرة تشوفني اعمل لايك، اشترك لو لسه مش مشترك، وكمان فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبتدي. بتبدأ قصتنا مع روان من طائفة الطب المقدس. كانت ماشية في السوق وحمارها هرب منها وقعدت تصوت وتقول: الحقوني يا عالم، الحقوني يا ناس، حد يمسك الحمار بتاعي. وفجأة بيظهر شاب حليوة مفيش منه تلاتة، وصاحبتنا من ساعة ما شافته عينها لمعت ووقعت في دباديبه على طول. وزي ما بيقولوا الحب من أول مسكة حمار، ويشاء القدر وفي ظروف غامضة بسبب طائفة الشبح اللي مش رحمة حد، أبو روان بيقرر يجوزها خوفا عليها، وبيقترح لها تلاتة تختار منهم تلات شباب زي الورد من عائلة كوانجا، وكل ده علشان يقوي العلاقات. وصاحبتنا أول ما بتشوفهم بتلاقي واحد على كرسي والتاني عنده حبوب، فبتقول ايه الوقعة السودا دي؟ بس أول ما أخوهم الكبير بيدخل بتوافق على طول من غير كلام، وقالت هو ده اللي شفته في السوق ومنقذي. ومراسم الجواز بتكمل وبيتجوزوا، بس بتتفاجئ انه مش طبيعي وبيحب الاكل زي عينيه، وبسبب اسلوبه الغريب بتشد في شعرها وبتخرج وبتفضل تتخانق مع عمو تشينغ. فبتقول لها انت اللي اخترتيه ومحدش ضربك على ايدك، وحلفتي بالقسم انك مش هترجعي في كلامك، ولو حصل الرعد هيضربك. وطبعا بطلتنا بتقول لها وحياتك كل ده كدب في كدبه. واول ما بترفع ايدها الرعد بيظهر وبتبقى في نص هدومها، وكده رسمي نظمي متدبسه في تشينغ ومفيش مخرج. ولما بتنام شريط حياتها كله بتفتكره يا عيني. وتاني يوم ابو روان واخوها بيعرفوا بتحركات طائفه الشبح وبيقرروا يعملوا خطه علشان طائفتهم. في الوقت ده بتكون روان عند ام تشينغ وعماله تقول لها انهم غفلوها وكلام من اللي قلبك يحبه. وطول ما هي ماشيه بتتخانق مع دبان وشها، وبتتفاجئ ان اخوات تشينغ ولا واحد فيهم تعبان زي ما شافتهم قبل الجواز. وطبعا من الصدمه بيغمى عليها من الخازوق، ولما بتفوق بتلاقي تشينغ في وشها وبتعرف انه منامش 81 ساعه متواصلين وكان خايف عليها. وبيفضل يرمي افيهات ويضحك عليها وهي قاعده مش طايقه نفسها، فبتقوله انها هتنام علشان تعبانه وبتمثل انها متضايقه من المخده. فصاحبنا بيروح يجيب فاس ويضرب المخده، ولما بتساله عملت ليه كده فبيقول لها علشان هي مزعلاكي، والله قلبه حنين اهو. وتاني يوم هي وصاحبتها بيقرروا يقتلوا باي طريقه او تمثل انها بتموت. ولما كل محاولاتها بتفشل بيجي واحد ويقول لها انه عارف علاج كويس لتشانغ، فبتقول له سهله سهله. ولما بتكون نايمه صاحبنا بيصحيها من النوم في عز الفجريه وبيرخم عليها، فبتحلف بالطلاق انها تموته. وفي الظهريه بتحط له منوم في الشاي، واول ما بيشرب بينام على نفسه، وهوبا بتخرج السكينه من رجليها وبتروح جري عليه علشان تقتله. بس بتحصل حاجه غريبه وبتطير بعيد، وهو بيفوق وبيفضل يضحك عليها. وفي الوقت ده زعيم طائفه السيوف بيقابل ابو روان وبيحكي له على اللي بيحصل وانهم لازم يتحدوا علشان يقفوا قصادهم. وفي نفس الوقت بتكون طائفه النسور وصلت مقر طائفه الشبح. قال ايه رايحين يخلصوا عليهم، وبتدور العركه وطائفه الشبح بتستخدم قوتها وبتخلص عليهم كلهم. وتاني يوم روان بتكون بتاخد حمام وبتقول لتشانغ ايه رايك فيا، فبيقول لها وشك وودانك ومناخيرك محمرين زي توتة القرد، ونعم الاراء صدمها يا عيني. وبعد الصدمه بتقابل اخواته وهي مش هتتوصى بتبهدلهم في الكلام على دخلة تشانغ وبيطلب منها يلعبوا، وهي بتلبسهم في بعض وبتروح للشخص اللي قال لها عنده علاج لتشينغ وبتقعد معاه وبتعرف انه عايز مصلحة مش بالحب. وبيطلع جاسوس الكلب لطائفة الشبح وبيشتغل معاهم. وبالليل روان لما بتنام جنب تشانغ بتقول هعامله بلطف علشان غلبان وعلى نياته، وتاني يوم بتعامله كويس واخر حلاوة. فبيقول لها على سر بان في علامة في دماغه هتعرفه حتى لو وسط 10، وبتفضل تبصله وتعمل له هدية كده. وصاحبنا بيبقى فرحان وبيعرف كل الخدم وبياخد بعضه بيروح للحمار، ولما بيوري له الهدية الحمار بياكلها. وتشانغ بيفضل يقوله دي هدية روان مديها لي وبيروح خانقه ويضربه. في الوقت ده روان بتكون بتحاول تجهز علاج لتشانغ، وبالصدفة تشانغ بيسمع الخدم بيتكلموا عليه فبياخد بعضه يروح للغابة. وروان بتعرف وتروح له علشان تشوف ماله، وبتعرف تكسبه لصالحها وبتعالج ايده المصابة. وتاني يوم بتتعب روان وتشانغ بيفضل يهتم بيها. وفي الوقت ده طائفة الشبح كباراتها بيشرحوا لزعيمهم انهم خلصوا على كذا طائفة والدور على طائفة التبة، بس بيعرفوا انهم قووا علاقتهم مع عيلة كوانغ وبقوا عظمة مش سهلة. وبالليل روان بتبقى قاعدة مع تشينغ
وبتلاقيه بيتعامل على الله حكايته، ولما بتشوفه بياكل فبتشوفه زي الحمار صاحبها، وبتقول له هعاملك بلطف كأنك الرفيق بتاعي، وبتشتغل وتخليه خاتم في ايديها. وتاني يوم بتعمل الاكل وبتروح تاكل اخو الخبيث، وبتعمل على خدها وبتفضل تنادي على تشانغ علشان توقعه على خبز البنات، بس بيفاجئها انه فرحان ان اخوها بسها وهتكون هتولع في نفسها من اللي حصل، وبتاخده معاها السوق وكل اللي حواليهم بيقولوا عليه اهبل، وروان بتسمعهم وبتفضل تزعق معاهم وبتدافع عنه. وفي الوقت ده بيكون قائد طائفة الطب مع قائد الطائفة الحليفة وبيتكلموا عن ماضي روان والكتاب المقدس، وفي الناحية التانية اخو تشانغ ما بيكونش عاتق روان وبيرازي فيها، وطبعا ما بتسكتلوش وبتعمل معاها الصح. وبالليل روان بتعمل لهم عزومة من اللي قلبك يحبها وبتفضل تشكر في ام تشانغ، وبعد الوليمة روان بتاخد تشانغ وبيخرجوا بره القصر على اساس ان الراجل هيساعدها على علاجه، وبيدخلوا اوضه سريه وتخرج تشانغ، وبيوصل الجاسوس وبيفضلوا يفتحوا الصندوق وكل صندوق جواه صندوق وبيطلع فخ، والجاسوس بيقول يا فكيك، وبتروح معاه وبيسلم الكتاب لعضو من طائفه الشبح ويهدد روان لو اتحركت هيقتلها، ويقول حتى لاخو تشانغ، والدنيا بتتلم فبيسيب روان ويهرب، وبيدخلوا الاوضه بيلاقوا الشخص التاني هرب هو كمان، وروان بتجري تطمن على تشانغ. وتاني يوم في طائفه الاشباح بتحصل حركه ما بين الجنود وبطيخه وبتروق عليهم وبيجي لهم تعليمات انهم يتقسموا المجموعات، وفي الوقت ده بيحاولوا يدينوا روان علشان ساعدت الجاسوس، ولما بيكونوا بيعاقبوها بيوصل تشينج وبيتعاقب مكانها، ويعني التوتة بتورم وروان بتهتم بيها وبتفضل تبصله، وبتعرف من اخوه ان تشانغ عنده عقبة ما ينفعش يحارب. وفي الوقت ده مجموعة من طائفة الشياطين بتقع في فخ من طائفة الطب المقدس، ومنهم بيموت ومنهم بيعيش، وبيوصلوا المدينة وبيفضلوا يقتلوا في الناس ويحاصروا شوية بنات بس بيكونوا على كيفك، وبيروقوا عليهم ويضربوهم وفين يوجعك. وتاني يوم روان واخوات تشانغ بياخدوا بعضهم ويروحوا على قصر الجبل تشو علشان يقابلوا الامير، وبيحصل سوء تفاهم وبيتحدوا بعض في قتال، والامير ال 12 بيقول لهم انه مش قد كده بس يجنوني مكاني، وبيحصل التنافس وبيكون اخو تشانغ على وضعه حاجة فخامة كده وبيقدر يتغلب عليهم وبيحل سوء التفاهم، والامير بيجيب لهم الخاين تحت رجليهم وبيعتذر لهم على اللي حصل. ولما اخو تشانغ بيسأله من اللي ورا الكواليس بيقول له كده كده انا اخدت سم وبيموت قبل ما يقول حاجة. وروان بتتحرك مع الامير في القافلة لوحديهم، وبالصدفة كانت روان بتشرب شاي وبتسمع حد بان طائفة الطب المقدس كلها اتقبض عليهم، فبتاخد بعضها وتمشي وهي راكبة الحصان. واحد من جنود الشبح بيصطادها بالنبلة وبيقبضوا عليها وبيودوها لزعيمهم. وفي الوقت ده بيكون تشانغ مش قادر على بعدها وعمال يتعصب على الخدم يا عيني، بس اخوه بيهدي ويطمنه. وتاني يوم بتصحى روان وبتلاقي جوز كلابيز عمالين يلعبوا في شعرها وبتقول لهم هو انا فين، فبيعرفوها، ولما بتحاول تهرب بيمسكوها، ورئيس طائفة الشبح بيروح لها وعمال يمدح في جماله واخلاقه، واللي وراه عمالين يطبلوا له هي دي الطبلة ولا بلاش. والروان بتفضل تتعصب على البطيخة وهو فاتح بقه وفرحان ومصمم يتجوزها وبيوريها خاتمها، وهي بتفتكر لما كانوا صغيرين وعملت خاتم الحمار فبتاكل الورقة، فبيقول لها يبقى انت وافقتي على الجوازة، ده قانون عندنا الاكل. فبتقول له عايز تتجوزتي وانت عمال تقتل في الطوائف، فبيقول لها ابدا تعالى افهمك. وبتقعد مع واحد كلبز وبيقول لها ان في واحد سرق الختم بتاعهم وعمال يقتل في الطوائف ومنضم في طائفة الظل، احنا بره عن الموضوع ومحدش عارف وشه. في الوقت ده بيكون رئيس طائفة الظل عامل اجتماع لأتباعه بيفهمهم بالجديد وبيختفي. وتاني يوم المعلم تختخ بيحكي لها عنهم وهم صغيرين وانها دفعت عنه لما كله كان بيتنمر عليه. في الوقت ده بيكون يا عيني تشانغ عمال بيسأل ويدور على روان وراسم لها رسمة، وكان في اتنين مستغلينه وبيوصل اخواته بيروقوا عليهم، واخوه بيحاول يهديه بانهم يدوروا عليها. وفي الناحية التانية روان بتحاول تخلع من قائد الطائفة وبتقوله انها حامل من تشانغ وما ينفعش يتجوزوا، فبيقول لها مفيش مشكلة انا بحب الاطفال وينفع ابقى ابوه. فبتقول لنفسها يا دي النيلة المنيلة. وتاني يوم حبيبة كلبز بتروح تتخانق مع روان، قال ايه روان هتاخد كلبز منها، والحارس يا عيني بيدخل بينهم، ودي عايزة تضرب دي والتانية عايزة تضربها، وبيحلوا الموضوع والقائد كلبز بيخرجها. وروان بتقول له انت مش جوزي تهد بقى، وبيبقوا صحاب وحاجة اخر حلاوة في الاخر. ويتفهم تختخ بانهم
انهم لازم يلاقوا حل مع باقي الطوائف علشان هما فاهمين غلط. وبيخرجوا هو والمساعد بتاعه علشان يتمشوا، فبيطلع لهم جماعة من الطائفة وكلبس بيقول للحارس خليك معاهم وانا هتعامل مع دول. هو كلبس بس نينجا، فبيخرج السلسلة وبيدور فيهم الضرب، وواحد بيغزه في ايده لما كان بيستخدم قوته، وبياخد بعضه ويهرب بباقي الرجالة المصابين. وروان بتعالج الجرح وهو عمال يمدح فيها قصاد حبيبته. وبالليل روان بتفضل تفتكر تشانج وبطيخة عمال يشخر وهو نايم. وتاني يوم بتصحى روان وبتخرج لوحدها وبتقابل الطائفة بتاعت امبارح، فبتهرب منهم وبيجروا وراها. فبيوصل الحارس الشخصي البطيخة وبيروق عليهم وياخدها ويمشي، فبتقول له واحدة واحدة عروقك هتخرج من مكانها. في الوقت ده تشانغ واخوه بيكونوا في الغابة علشان يوصلوا لأي حاجة لروان. وفي مكان روان مرات كلبس بتمثل انها اغمى عليها، وحد خد روان وهي اغمى عليها، والخنزيرة بتكون مرتبة كل حاجة. ولما بتفوق روان بتلاقي نفسها مع حليفتها في الطب المقدس، وهي اول ما تقف على رجلها بتقول لهم ان طائفة الشبح ما عملتش اي حاجة، وان طائفة الظل هي اللي ورا كل اللي حصل. وبيفضلوا يتشاوروا مع بعض علشان يحلوا اللغز ده. وبالليل واحد من طائفة الشبح بيخطف روان، وكلبس بيقول لها كل اللي قلتيه غلط لطائفة الشبح، عملت الصح مع الطائفتين وبيكون على الله حكايته. وهي بتفهمه الدنيا ماشية ازاي وبتفضل تضحك عليه وتقول له هعلمك حركات. وتاني يوم بتجمع الطائفتين وبتفهمهم انهم فاهمين غلط ولازم يوقفوا الحرب ما بينهم. وبيوصل اخو تشانغ لمعسكر طائفة الشبح هو وصاحبتها، وبطيخة بيرحب بيهم وبينادي روان حبيبتي، وكلهم بيستغربوا. وبالليل واحد من طائفة الظل بيدخل المعسكر وبيهدد حياة روان لو ما خدتش كتاب طائفة الشبح، وبيهرب بالكتاب وبتدور العركة ما بين الجنود. ولما بيقبضوا عليهم بياكلوا السم ويموتوا، وروان بتعالج بطيخة. وفي نفس الوقت جنود الظل بيهينوا رئيسهم علشان وصل لكذا كتاب من كذا طائفة. وتاني يوم بيوصل تشانغ وبياخد روان بالحضن وبيقول لها وحشتيني خالص خالص على دخلة البطيخة. وروان بتقول له ازاي تدخل علينا كده، وتشانغ بيروح له ويقول له ايه الحلاوة دي، والتاني على الله حكايته. وبطيخة بيخرج وبيسأل صاحبه هو الرفيع ده احلى مني، وبيتكلموا مع بعض والاتنين بيبقوا صحاب. وروان هتتجنن منهم. وفي الوقت اللي بيروحوا في القصر بيلاقوا الجنود مقتولين، وبدل ما يحقق لها ده عزمهم على وليمة كبيرة. قال ايه مش بيعرف يتعامل على معدة فاضية. وبعد الوليمة تشانغ بيخلي روان تشد في شعرها بكلامه. وتاني يوم بيجتمع تشانغ وبطيخة مع بعض وبيقولوا لروان المفروض تكوني اسعد واحدة في العالم، فبتقول لهم ليه ان شاء الله. فبيقول لها علشان احنا الاتنين بنحبك، فبتصرخ وبتاخد بعضها وتمشي. الله يكون في عونك والله يا بنتي على جواز المجانين دول. وفي الوقت ده تنيم روان وبتكون بتقابل السيد ني في الغابة وعلى نيتها، فبياخدها علشان يقتلها على داخلة اخوات تشانغ وبينقذوها في اخر لحظة. وبالليل روان بتفضل تأكل تشانغ لغاية ما بيكونش طايق هدومه، وفجأة بيدخل عليهم جنود الشبح واخوات تشانغ بيوصلوا العركة بالدور وسيوف وحركات، بس طائفة الشبح بتروق عليهم لكن الموازين بتتقلب وبيقبضوا عليهم. وبياخد تشانغ روان للمقر بتاعهم، واللورد بيهدد تشانغ لو ما قالوش على طريقة فتح الكتاب هيقتل روان قدام عينيه. واللورد بيجي يقتل تشانغ القوة الجسدية بتحميه وبيطيروا بعيد عنه. وتاني يوم بياخدوا فوق الجبل وبيرموه قصاد عينيه في البحر، واخواته بيوصلوا واحد منهم بينط وينقذه، والتاني بيدور فيهم الضرب بس بيفشل ينقذ روان منهم. وبيحاولوا يستغلوا روان بسبب طائفتها بس على الفاضي. روان بتطلع عينيهم وتفتكر لحظاتها الحلوة مع تشانغ. واليوم اللي بعده الراجل الشرير بيفضل يضغط عليها ويهددها يا عيني، وهي ما بتكونش عارفة تعمل ايه ولا ايه. ولما بترجع زنزانتها بيوصل لها ابوها واخواتها ويخرجوها، والمعركة بتكون سخنة والدنيا خربانة على الاخر. واخوات تشانغ عاملين الواجب وزيادة بمهاراتهم وحلاوتهم، وبطيخة شقي هو كمان بس بيتضرب يا عيني. والشرير بيرمي روان في اوضة لوحدها ويحبسها وبيستخدم قوته قصاد بطيخة بس على الفاضي وبينهزم. والأوضة بتتملي مية وبتغرق روان، وفجأة بيظهر من حيث لا ندري تشانغ وينقذها. وفي الوقت ده رئيس طائفة الظل هيعيط ازاي مع معظم كتب الطوائف ومش عارف يستخدمهم. ولما بتفوق بتستغرب انه بقى حاجة تانية وبقى عاقل وبيعاملها كإنسان عاقل عكس الأول. وتاني يوم تشانغ بيقعد مع روان ويقول ان روان طيبة، وعلى
بقى نيتها وحاولوا ينسجموا مع بعض. وفي الوقت ده صاحبة روان بتسأل اخو تشانغ هو ازاي تشانغ رجع طبيعي من تاني ازاي، فبيقول لها محدش عارف، هو دخل في غيبوبة وتقريبا اتعافى لما كان خلاص قرب يموت. وبالليل روان ما بتكونش فاهمة حاجة، ومن كتر التفكير بتفضل تصرخ يا عيني، اصل في يوم وليلة بتلاقي كل حاجة متغيرة. وتاني يوم ابو روان بيفضل مصمم يكشف على روان علشان يطمن لو هي حامل ولا لا، وهي عمالة تقوله لا يا عم ده شوية تعب مش اكتر، وبتبقى في نص هدومها. وبالليل بتاخد بعضها هي وصاحبتها وبتخرج في عز المطرة، وبيبقوا مرعوبين. وفجأة بيغمى على روان واخو تشانغ بيلحقها، وفي الوقت ده تشانغ بيبقى واقف في المطرة بسبب كلامها معاه. ولما بتفوق بتلاقي تشانغ في وشها بيعملها زي الاول وتتعامل عادي، واول ما تركز بتلاقيه يتكلم عدل وتقول له احاول اتعامل مع شخصيتك الجديدة. واليوم اللي بعده بتتعب روان وبتجيب دم من بقها، وتشانغ بيبقى قلقان عليها ويقول لها هجيب لك اشهر دكتور. وبعد ما يخرج تشانغ روان بتروح تقعد مع اخوه، وبيقول لها فرضنا ان اخويا فقد ذاكرته هتعملي ايه، فبتقول له ما تقلقش ده انا روان والاجر على الله. وتروح تجيب تشانغ وتقول له بخبرتي في الطب حياتك في خطر اشرب ده، وهو ولا اي حاجه، ويشرب اللي عاملاه مره واحده عشان يسكتها من زنها وينام على نفسه. وهي تفضل تفتكر الحاجات الحلوه اللي بينهم وتفضل تعيط زي العيال الصغيره. وتاني يوم بيقرروا يرجعوا لقصر عائله كوانغ، وطبعا روان مش هتسكت بتفضل تمثل انها تعبانه، كل ده علشان مش عايزه تكمل جوازة تشانغ العاقل، عايزه اللي على الله حكايته. وبيرجعوا القصر وتشانغ طول ما هو ماشي في حديقه القصر بيفتكر ذكرياته لما كانت دماغه خفيفه، وبياخد بعضه علشان يتكلم مع روان، بس بيلاقيها عامله زي الاراجوز في كلامها ومش عاجبها حاجه، ومفكره ان ناسي كل حاجه، بس بيقول لها انه مش ناسي حاجه وكفايه كلام صدعتني يخرب بيتك. وبالليل ام تشانغ بتقول لها عايزين بيبي صغيره كده ولا اقول لك عايزين 2 أو 3، فبتقول في سرها ومهله شكلها حسباني ارنبه هنا ولا ايه، انا هاكل احسن. ولما بتكون قاعده مع تشانغ ما بطلش كلام، عايزه تتخانق معاه وخلاص، ومش عاجبها اسلوبه. وهي نايمه بتفضل تقول لنفسها عايزه تشانغ الطيب اللي بتعامله زي رفيقي، مش هقدر استحمل. وتاني يوم روان وصاحبتها بيمسكوا اخو تشانغ علشان يساعدهم يرجعوا تشانغ زي الاول من تاني، فبيحكي لها لما كان تعبان قبل كده حد اداله حبوب غريبه كده بس الله اعلم. وبالليل تشانغ بيروح لروان علشان ما عبرتوش طول اليوم، وهي بتفضل تقول انا زهقانه من اسلوبك معايا، انا عايزه تشانغ اللي بيحبني وبيهتم بيا. وبتاخد بعضها وتقابل ام وابو تشانغ وتلم العيله وتقول لهم ابنكم فقد الذاكره ومش فاكر حاجه. ولما روان بتفضل تتعصب تشانغ بيطلع جواب الطلاق من جيبه وبيقول لها خدي جواب الطلاق، فبتاخد منه الجواب وكانت هتمشي، اخواته وامه بيوقفوها بس اللي في دماغها في دماغها. وام تشانغ بتقعد معاه وبتقول له عايزها ازاي تنسجم معاك وهي اول ما اتجوزتك كنت على الله حكايتك، ودلوقتي عاقل لازم تلاقي حل وترجع لها، دي بنت طيبه وقلبها ابيض. فبياخد بعضه يلحق روان في الغابه وهي سحبه حمارها معاها وماشيه، وبيقول لها مش هتحرك غير وانت معايا، ولو رفضتي هروح معاك لطائفه الطب المقدس. فبتقول له يا عم انت ناسي كل حاجه، وبعدين كنت على الله حكايتك قبل كده وكفايه عليا كده، وتساله انا ولا كرامتك، وبتلاقيه بيقول اي كلام وتعيط. ولما يتعصب عليها ومن هنا لهنا بيطمن قلبها بانه زي ما هو وهو مش راجل غريب وهي دماغ كلابي بتسيبه وتمشي. وفي الوقت ده اللورد في طائفة الظل بيبلغ انه هيقبض على كل طائفة الطب المقدس، وبيفضل يعذبهم لغاية لما يخرج المعلومات اللي محتاجينها. وروان بترجع لابوها والطائفة بتاعتهم وبتتكلم معاهم عن قصة 9 فصول اللي طائفة الظل بتجمعهم، وبتعرف ان طائفة الطب المقدس هو مفتاح لكل الفصول ال9 وانهم مهمين. وبالليل واحد من اللوردات الظل بيدخل على ابو روان وهو نايم وبيقدر يعمل له حركة توقف جسمه ويديله حباية، وتاني يوم بيموت وبيدفنوه. وروان شريط حياتها بيعدي عليها لما كانت معاه، وبعد الدفن جنود طائفة الظل بتروح لهم وتجيب لهم الامير ال23 وبيعرفوهم انه واخد مسحوق غسيل وهيموت. وروان مش هتأثر في حاجة وبتحاول تعمل له غسيل معدة من المسحوق اللي شربه. وصاحبتها بتخرج في الجبل مع اخو تشانغ علشان يدوروا على اي حاجة تساعدهم، وفجأة بيظهر لورد الظل ودور العركة مع اخو تشانغ وحركاته وبتاع، بس بيتغلب اخو تشانغ واللورد
بيديله حتة سبارتا بيطيره من فوق الجبل، وصاحبة روان بتحضنه وبيقعوا مع بعض. وفي اليوم اللي بعده جنود الأمير بتروح على طائفة الطب المقدس وكانوا عايزين يقبضوا عليهم، بس روان بتقول لهم إن الأمير شارب مسحوق غسيل وبنحاول نعالجه، والجنود بيدوهم وقت معين. وفي الوقت ده بتكون صاحبة روان بتعالج أخو تشانغ بسبب الوقعة، ولما روان بتبدأ تقرأ كتاب بتفتكر كلام أبوها بإنه مش مترتب، والأمير بدأ يفتح عيونه والدنيا بره بتسخن. هوبا روان بتخرج هي والأمير ويقول لهم طائفة الطب ساعدوني ملهمش دخل، والأمير بيشكر روان على اللي عملته وبياخدوا الجنود ويمشي. وبالليل روان بتسمع حركة جنب الكهف وبتقرب وتقول إنها ما فتحتش الرسالة اللي انبعتت وتسيب له الرسالة على الأرض. وفي الوقت ده قائد طائفة الظل بيقول لأتباعه إنه خلاص قرب يتعلم أهم سر في طائفة الطب. وتاني يوم أخو تشانغ بيبلغ روان إنه هنا مخصوص علشانها وإنهم مرحبين بيها في عيلتهم. ويوم ورا التاني معاملة أخو تشانغ بتتغير مع روان، وصاحبتنا تتعبط من كتر ما بتكلم نفسها، فبتاخد بعضها وبتروح لأخو تشانغ وتقول له انتم كده ولادة مرض في عيلتكم والحوار اتقلب ده. فبيقول لها مفيش حاجة، وطبعا الكلمتين مش هيدخلوا عليها وهتهرتل بالكلام وتسيبه وتمشي. وتنزل السوق علشان تفك عن نفسها بتلاقي شابين عمالين يرخموا عليها تسكت، طبعا لا، هوبا تخبطهم في بعض وبتاخد بعضها وتجري في السوق وحركات وتلبس الدنيا في بعضها، وبتوصل لشارع مقطوع وكانوا هيعملوا معاها الصح لولا واحد حليوة بيدخل ويضربهم. ولما بيسألها انت كويسة بتفضل متنحة وتمشي معاه في السوق وتشكره على انقاذها وتقرب منه وتشمه زي كلاب الحراسة وتقول له صوتك مش غريب، فبيقول لها مش فاهم تعرفي اسمي ويسيبها ويمشي. وفي الوقت ده قائد طائفة الظل بيكون عمال يتدرب على قوته الجديدة وحركات، واللوردات عاملين يطبلوا له وانه بقى فاخر من الاخر. وتاني يوم روان بتاخد حمارها وعمالة تتمشى في السوق وبتشوف الواد الحلوة هناك بس ما بتلحقوش، وبتسأل عليه الجدة اللي كان واقف معاها وهي بتعرفها انه بيساعدهم. وبالليل اهل القرية بيحتفلوا وفجأة واحد من جنود طائفة الظل بيخطف طفلة، وصاحبتنا بتجري وراه بس بتلاقي نفسها وسط الجنود، وفجأة واحد مقنع بيظهر ينقذ حياتها، ولما يشيل القناع بتلاقي نفس الشخص اللي انقذ حياتها قبل كده في السوق. وفي الوقت ده تشانغ بيكون في الغابة وعمال يفتكر روان وبيطلع غزه في فنون القتال. والصبح روان بتقعد مع كبارات القرية علشان يحطوا فخاخ علشان يوقعوا الاشرار وينفذوا خطتهم، والجنود اول ما بيقربوا بيولعوا الصواريخ عليهم بس من غير فايدة، وهوبا بيهجم عليهم الجنود والواد الحلوة بيحاربهم لوحده وبيقدر يتغلب عليهم كلهم وبيرميهم في الحفرة، بس بينجرح لما كان بيحمي روان وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيسأل على روان على طول، والراجل العجوز بيطمنه يروح لها ويفضل يشتري في اكل. وروان ماسكه الحمار بتاعها كأنه واحد من عيلتها، والحلوة بيستأذن منها ويمشي، وبتبقى مصممة تعرف مين وتروح وراه. واول ما بتشوف ايده بتعرف ان هو بطيخة بس ما عادش بطيخة خالص، وبتبقى مستغربة ازاي وتقول له واد انت خدودك فين واللغد بتاعك، وبيقول لها بتحبي مظهر الجديد ايه رأيك، وبيحكي لها هو تحول من بطيخة لواحد وسيم كده ازاي. وفجأة بيتعب وبيقع من طوله، وبتركب عربية وبتاخده لطائفة الشبح علشان تعالجه، وبتسأل حارسه الشخصي عن اي حاجة تخص بطيخة، فبيحكي لها انه قفل على نفسه فترة طويلة وقعد يتدرب حتى لو اغمى عليه، وانه شد جسمه كده علشان يدور عليكي، وانه عمل كل ده علشان يتجوزك. واول ما بتفوق بتاخده بالحضن. وفي الوقت ده بيكون تشانغ قاعد في مطعم وعمال يسأل الحبيبة. وتاني يوم بطيخة بيدخل الأوضة وبيقفل على نفسه، وروان بتخبط وتدخل له بس الحارس الشخصي بيمنعها، وصاحبنا تشانغ بيفضل ماشي لغاية ما يغمى عليه في الصحراء، وبيخرج بطيخة وفي صحة عيل العيال. وطائفة الشبح بتجيب تشانغ من الصحراء، ولما بيفوق بيقول لها عمري ما اتخيل ان مراتي موجودة هنا، فبتقول له انت اللي طردتني في الاول وفي الاخر. ولما بطيخة بيحط ايده عليه فبيتعصب، فبيقول له ده انت اتغيرت رسمي يا معلم، وبيخرج ويسيبهم لوحدهم. وتشانغ بيقول لها اللي انت عايزة اعمله لك، فبتقطع الورقة وكل واحد فيهم بياخد ركن ويزعل، وبطيخة بيقول له مساعده ممكن نتنافس على مين يا اسطى. وتاني يوم عمر بطيخة بيرجع وما بيكونش عارف علشان وزنه نزل خالص. وفي الوقت ده حارس من حراس الامبراطور بيبلغه ان في اميرين انتحروا، فبيقول له دي مهزلة حلق لي بقى على باقي الامراء. والجنود بتبدأ تتحرك، والامير الحاجة وعشرين بيزعل على حبيبته اللي ماتت. وفي الوقت ده عمة بطيخة بتعمل اجتماع وبتجمع روان وتشانغ وبطيخة، وتشانغ ما بيكونش عارف يتكلم بسبب القواعد اللي حطها عمة بطيخة على اساس روان فاهمة مين اكتر، وبيفضل
بيمثل بالإشارة، وصاحبتنا بتخرب الدنيا وتقول له عرفتك انت قصدك ايه، اكيد انت حامل، وبتخرب الدنيا اكتر وبتفشل في 3 جولات. وبيجي الدور على بطيخة، واول مرحلة بينجح فيها، واي مرحلة روان بتفهمه على طول، وصاحبتنا روان طايرة من الفرحة، وتشانغ بيكون على اعصابه وبيسألها علاقتك وصلت معاه لايه، فبتقول له زي ما انت شايف، وبعدين انت الجزء القديم وهو هيبقى الجديد. وبالليل روان من كتر غضبها عمة بطيخة بتقعد معاها وتنصحها تعمل ايه، وفي الوقت ده بيكون تشانغ وبطيخة عمالين يتكلموا، وان كل واحد فيهم بيحبها باسباب مختلفة، والدنيا بتشد اكتر وكل واحد بيسحب سيفه وبيقطعوا المراجح في الاخر. وبطيخة بيروح لروان ويتكلموا مع بعض، وصاحبنا تشانغ بيتسلط عليهم على داخلة الحارس ويمشيه، يا كسفتك يا صلاح يا اخويا. وبعد ما خلصت مع بطيخة بتروح على تشانغ، وبيروح مديها هدية علشان يحسن العلاقة، ويقولها اهم حاجة عندي تكوني سعيدة. وروان بتقوله انها مش فاضية تكون حزينة، هي مركزة علشان تعالج بطيخة ويستخدم قوته، وتفضل تشكر فيه وهو بيغير. ولما يسألها عليه فبتقوله معرفش، وبدل ما يتعصب بيحضنها وتقوله بعد كده ما عدناش متجوزين، وهو طبعا مش عاجبه الكلام ده، وهي بتاخد بعضها وتمشي. وتاني يوم بيتجمعوا هما التلاتة مع بعض، وبيفضلوا يتكلموا على طريقة عمايل المحشي، وروان مستغربة من كلامهم، ويشدوا في الاخر مع بعض بالكلام على الطريقة، وروان بتهديهم. وبالليل بيكونوا في فندق وبيكونوا محتارين هيناموا ازاي، وروان بتحلها وكلهم بيناموا في اوضة واحدة. وتاني يوم بطيخة بيقول لروان انه اتدرب جامد خالص علشان يبقى افضل مقاتل في العالم، علشان توافقي بيا، وانه ساعد ناس لما كان طفل زي ما ساعدتيني. وفي الوقت ده بيرجع ياخد شانغ البيت هو وصاحبة روان معاه بالسلامة بعد البهدلة، وبيتعب بطيخة وروان بتهتم بيه وبتديله البرشام واخر حلاوة، وبتاخد بعضها وبتروح على اوضة تشانغ، ومش بتلاقيه نايم، فبتحضن المخدة بتاعته على داخلته، فبتقول له اوعى تفهم غلط، وبترمي المخدة على طول، عيب مش كده. وبتخلع بعد الكسفة اللي حصلت وبتروح تتدرب بالسيف، وتشانغ بيروح وراها وبيعلمها، ده الواحد ما عادش فاهم هي بتحب مين ولا مين، وبتستأذن منه وهو بيكمل تدريب لوحده. وتاني يوم بيقترح عليها تفتح عيادة خاصة ليها وتساعد المحتاجين بالمجان، فبتعجبها الفكرة، وبتفضل تصنع في علاج وتفهم حارس بطيخة. وبعد الحفلة اللي كانوا عاملينها بتروح روان جايبة كل ما تشتهي الأنفس وتفضل تاكل، ومن كتر الأكل بطنها بتوجعها، وبتفضل تضحك على الفاضي شكلها سكرت ولا ايه. والحارس بيبلغ تشانغ وبطيخة، وطبعا صحابنا أول ما شافوها بيقولوا لها شكلك حامل، فروان وتشانغ يبقى واحد ده مستحيل. وروان فضلت تتكلم كتير زي عادتها، ولما بيخرجوا بطيخة بيقول لها حلاوتي كده ليه، ولا علشان تختفي، ولسه هيمسك خدودها تشانج بيمسك ايده وبيقول له ايدك لا توحشك من على حبيبة قلبي، وهي ما كانتش بتاخد بالها، وبيدخل الأوضة تاني. وتشانج وبطيخة بيتكلموا بيفهموا من ساعة الحادثة ومش عارف يستخدم قوته، بس هو بيتدرب. وبالليل بيعرفوا من اخو تشانغ ان رئيس طائفة الظل رجع تاني وظهر في دايرة الفنون، وبيعرفوا انه في عملية خطف واصابات تعدي 300 وزيادة. وتشانغ بيقول لهم اكيد خد معلومات كتير عن الفصول التسعة ولازم نتحرك بسرعة. وبيتحركوا، وروان بتعرف من طفل ان معظم اهل قريته اتخطفوا، وبياخدوا بعضهم ويروحوا للكهف وبيلاقوا مكتوب. وتشانغ بيحلل اللي بيحصل وبيرجعوا البيت، وبينصاب حارس بطيخة بجروح وكله الفار بيلعب في عبه. وتشانغ وبطيخة بيشدوا مع بعض بالكلام، وروان بتتعصب عليهم وتقول لهم احنا في ايه ولا ايه. ولما بتخرج بيتكلموا مع بعض والدنيا بتبقى تمام. وتاني يوم اخو تشانغ بيكون ماشي في الغابة، وجنود من طائفة الظل بتطلع عليهم وضرب وحركات بس بيغفلوا وبيرموا دقيق على وشه وبيغمى عليه. واول لما بيفوق بيلاقي نفسه متكتف بالسلاسل وحالته حالة. وفي الوقت ده روان بترجع مع تشان لعائلة كوانج وبيرحبوا بيها، وتشانغ وهو بيراقب الورق بيلاقي حاجة غريبة، وبيقول لنفسه هو ممكن سيد طائفة الظل ما عندهاش طائفة من الأساس. هو بيبدأ يدور في الكتب القديمة، ولما بيخلص ويخرج ويشوف روان مع بطيخة وهم عمالين يلعبوا ويهزروا، فبياخد بعضه ويمشي لغاية ما خلصت لعب معاه. وطبعا الغيرة خلته مش طايق نفسه، ولما بيسألها شايفك مبسوطة النهاردة، فبتحكي له انها شافت بطيخة على الجبل، ومن غيظه بيفضل يشرب ويفتكر اللي شافه. وتاني يوم القصر كله بيصحى على صوت تشانغ وانه رجع تاني زي الاول. على الله حكايته، حتى روان ما كانتش مصدقة نفسها، فبتاخده في حضنها. وفي الوقت ده اللوردات بيبلغوا رئيس الظل انهم شغالين الله ينور في خطف الاطفال، فبيقول لهم تمام قوي نوقف حبة علشان اللي بيراقب
يراقبنا من طائفة الفنون القتالية ونهدي اللعب شوية. وفي الوقت ده بيقعد تشانغ مع نبال حنان أمه وبتقول له أنا عارفة إنك كويس وما رجعتش تاني، فبيقول لها إنه لازم يعمل كده علشان ما يخسرش روان حب عمره وإنه عايزها سعيد على طول. وأول ما يخرج من عند نبال حنان بيتعامل كأنه عقله راح من تاني وبيعمل على الحمار وبيتكلم معاه وبيقوله لما مراتي تيجي مثل إنك ماسك في الأكل بتاعه ونتخانق على أساس إن الحمار فاهم حاجة. وفي الوقت ده روان بتكون سامعة كل حاجة وبتدخل تتكلم معاه عادي، حتى هو بيتكلم بطريقته وبطيخة بيقول لها ماله المرة دي كمان، فبتقوله زي ما انت شايف. وفي الوقت ده رئيس طائفة الظل بيقول لهم عاجلا آجلا واحد فيكم هيبقى رئيس الطائفة بس بعد ما حقق هدفي ونخطف 300 طفل. وفي نفس التوقيت حبيبي تاخد تشانغ بتدخل الكهف وتدخل تفك السلاسل وتهرب اخو تشانغ، وصاحبنا الشرير هيتعبت من اللي حصل. وفي الوقت ده روان بتكون قاعدة لوحدها وسرحانة في ملكوت الله بسبب اللي سمعته وعرفته على دخلة تشانغ، وبيفضل يهزر معاها ويضحك. وتاني يوم بيجي مرسوم من الامير بدعوة روان لحضور الاجتماع للطوائف بما انها دلوقتي رئيسة طائفة الطب المقدس. ولما بتقابل الامير بيفضل يقول لها احكي لك حقيقة رئيس طائفة الزلة وعلاقته بكل حاجة، وبيفضل يحكي لها باللي حصل في الماضي وانه كان عايز يستخدم موز السحر. ومن كلامه روان بتعرف انه هو رئيس طائفة الزل ولسه صاحبتنا تتحرك بيثبتها مكانها ويقول لها علاقتك بباقي العائلات والطوائف، وبينادي على الحراس وبياخدوهم بعيد عنه. في الوقت ده تشانغ وبطيخة بيعرفوا وبياخدوا بعضهم ويروحوا وراها وبيبدأوا يتحركوا في الغابة. وفي الوقت ده روان وصاحبتها بيحاولوا يهربوا بس سيد الطائفة ليهم بالمرصاد وبيقدر يفشل خطتهم، وبتجري على روان ويقول لها ده تحذير مش اكتر. وصاحبنا الشرير عمال يتفاخر بقوته وحركات وبطيخة وحارسه الشخصي عمال يقتلوا في الجنود. وتشانغ هو كمان بيوصل لمكانهم وبيدور فيهم الضرب وحركات ويتغلب على واحد من اللوردات وبينقذ روان من سجنها وبياخدوا بعضهم وبيروحوا على رئيس طائفة الظل وكلهم بيسحبوا السيوف وبتدور العركة. وصاحبنا الشرير بحركة واحدة بيطيرهم كلهم وبيعمل حركات وبتاع واللي بيقرب له بيضربه بس بيقدروا عليه في الاخر وبيلاقوا متعلقات تبع روان وعلشان يرجعوا سالمين غانمين وتكون روان بخير ويطمنوا عليها. ولما بتفوق روان بتشد مع تشانغ في الكلام بسبب اللي عمله وبتعمل نفسها مش فاكرة حاجة ويحاول يلطف الجو بس هي مش ماشية معاه. وتاني يوم بيتجمعوا علشان يشوفوا حل ضد طائفة الظل وكل واحد بيعرف التاني على اللي عنده. وتشانغ لما بيحاول يساعد روان بتقول له ما تقربش مني احنا ما نعرفش بعض ولا حتى قرايب على دخلة بطيخة، فبيقول له تعالى انت ساعدني يا جميل. وتشانغ بينصدم من كلامها وبياخد بعضه ويمشي. وبيعرف بطيخة انها بتمثل على تشانغ علشان مثل عليها انه مجنون. ولما بيقعد مع تشانغ بيقولوا لازم تقعد مع روان وتجيب كل اللي عندك ليها، فبيقول له نفسي بس خايف من ردة فعلها وتخرج من قلبي ويفتكر ذكرياته معاها ويعيط. وصاحبة روان بتشوفه وبترجع تحكي لروان انها شافته زعلان وبيعيط. وتاني يوم تشانغ بياخد الحصان بتاعه ويقول لبطيخة خلي بالك من مراتي ويسيبهم ونعمل رجالة لما تحب. وروان بتسأل بطيخة ليه بتبتسم كده، فبيقول لها علشان تشانغ صاحب صاحبه كويس وما فيش من النوع ده الايام دي. وفي الغابة اخو تشانغ بيقبض على 2 من جنود الاشرار وبيطلب من الرجالة التحقيق معاهم ويفتح الكيس اللي معاهم بيلاقي اللورد الشرير فبيعالجه بس بيكون ردة فعله مش لطيفة ويسيبهم ويخرج في الشارع والناس بتعامله على انه مخلوق متوحش والولد بيبعد عنهم. وفي الوقت ده بيكون تشانغ راح للامبراطور وبيتكلم معاه على احوال الامراء، وروان وبطيخة بيروحوا لطائفة الطب وبيتفاجئوا ان معظمهم مختفيين، حتى بتسمع الناس بتتكلم عليهم مختفيين وحالتهم حالة وبتتأثر بالكلام يا عيني وبتفضل تشتم في نفسها. وتاني يوم اللورد بيحكي لاخو تشانغ عن ماضيه وعن طائفته وازاي مراته وعيلته اتحالفوا، واخو تشانغ بيطلب منه ياخدهم علشان ينقذوا الاطفال وبيروح مخرجهم كلهم. وفي الوقت ده بيكون بطيخة وروان بيهزروا مع بعض وبيقول لها انه بيحبها وبيسمعهم تشانغ بس بيديهم الوش الخشب في الكلام، وبطيخة بيعذره علشان عنده شغل مهم. وتشانغ بيستفرد بروان وبيفضل يتكلم معاها بس هي زي ما هي بتعامله ببرود. وبيرجع يقابل اللورد الشرير مع باقي الرجالة وبيسمع منه مكان باقي الاطفال وبيبقى حلفهم وبيتحركوا من غير تفاهم. ولما بيدخلوا الكهف بيلاقوا حالة الاطفال في النازل وبيخرجوا بس بيلاقوا جنود الامبراطور في وشهم ويفكروهم هم اللي خاطفين الاطفال، والخنزير الشرير بيقدر يغفلهم
ويغفل عائلة تشانغ وياكل بعقلهم حلاوة. وسيد الظلام بيوصل، وأول ما بيشوف تشانغ بيتهموا إنه سيد طائفة الظل على داخلة اللورد، وبيقول لتشانغ إنه قتل الأطفال زي ما بلغوا. وبنعرف إنهم مرتبين كل حاجة مع بعض وقدروا يوقعوا تشانغ في الفخ قصاد رئيس الطوائف. وبتدور العركة وبيقدروا يهربوا من فخهم سالمين غانمين، وبيعرفهم إنه خطر عليهم دلوقتي علشان كل الطوائف هتيجي علشان مفكرين السيد. فبيقولوا له بإذن الله هنلاقي حل. وبيتكلم مع روان وبتعترف له بحبها ليه وإنها معاه. وبعد ما شتمته بتاخد بعضها وبتقف لوحدها وبتفضل تقول لنفسها بيحبني لا مش بيحبني، بيحبني لا مش بيحبني. وفجأة بيظهر أبوها وتقول له اهدى، هو أنا هموت ولا إيه؟ فبيقول لها لا يا ستي أنا جاي أساعدك. وبيفضل ينصحها وإنها لازم تعيش مع حبيبها. وفجأة بيختفي. وتاني يوم الأشرار بدأت تحرك أماكن الأطفال من مخبأهم، وبيكون تشانغ وباقي الرجالة قاعدين، وواحد عمال يهجس بالكلام إنه لو قابل مين كده هيهزمه. وفجأة الرجالة اللي معاه بيقولوا له الحق مش ده سيد الظل عليك بيه. فبيقول لهم ايه يا جماعة، ده أنا بقول لكم على قوتي بس. وطبعا اتحط في موقف وحش، فالجرأة تاخده ويهجم على تشانغ، وهو بحركة واحدة بيطيره فبيخاف منه. وفي نفس الوقت مجموعة من طائفة الشبح بتوقف قافلة الأشرار وتروق عليهم، وبيقدروا ينقذوا شوية أطفال. وفجأة واحد بيظهر زي السوبرمان وبيتغلب عليهم كلهم، وبيجي بلاغ لبطيخة إن رجالته وأفراد من عيلته اتقتلوا في آخر مهمة ليهم. وتشانغ بيتعصب وبيقول دم بدم. وفي الوقت ده سيد الظلام بيبلغ إنهم هينهوا من نقل 300 طفل علشان يخلص تجربته. وتاني يوم دونجل اللي كان مع سيد الظلام يروح لتشانغ والرجالة ويقول لهم حصل كذا وكذا وكذا، وإنهم لازم ينقذوا الأطفال. والخبيرة بتاعتنا روان بتفضل تشرح لهم هيعملوا إيه وأنهي طريقة هيفوزوا بيها. وبيقرروا ينفصلوا أول ما يدخلوا الكهف. وفي الوقت ده بيكون سيد الظلام مجمع كله حواليه وعمال يطبق الحركات وبتاع. وهوبا الرجالة بتوصل وبيتقاتلوا شوية مع الحرس. وسيد الظلام بيقول لهم مفيش ولا حاجة تقدر توقفني، وبيخرج علشان تعب من الطقوس. وتشانغ بيروق على اللورد اللي خزوقهم، وسيد الظلام بيدخل عليهم وبيستخدم قوته. وتشانغ بيقرر يتعاون مع بطيخة ودور العركة، وبيعملوا حركات وشقلباظات وبيضربوه. بيحاول يهرب، ما انت اللي كنت عامل فيها شبح اهو، خدت على عينك. وبيروح ناحية حبيبته ويقول لروان انه يلاقي طريقة يرجع جسمه للحياة من تاني، ويفعل التقنية من هنا ويولع في نفسه. وتشانغ والباقي بيطلعوا الاطفال من الكهف. واول ما يخرجوا واحد من الجنود بيجي من ورا روان علشان يقتلها، فبطيخة بياخد الضربة مكانها وبيموت من فوق الجبل. وتشانغ بيروق على الكلبة، وروان شريط ذكرياتها بتشوفه وهو بيقع وبتفضل تعيط وتقول له ما سيبنيش لوحدي يا بطيخة. وينزلوا من على الجبل ويأمروا يدوروا عليه في كل حتة. وتاني يوم بيعثروا عليه وروان بتاخده في حضنها، وبيكون بصحة كويسة ازاي ما اعرفش وحياتكم. وبيقول لهم انه مش فاكر اي حاجة. وبالليل روان وتشانغ بيقعدوا مع بعض وياكلوا كمان مع بعض. وتاني يوم الاخوات كل واحد بيبقى مع المزة بتاعته واخر حلاوة. وبكده بتكون قصتنا خلصت، وكل حبيب ليه حبيبته واتجوزوا وقدروا ينهوا على الشر. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وفولو علشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.